فاروق نجيب مسيحي حافظ القرآن، فجر مفاجآت على فراش الموت، والشهور الأخيرة من حياته كانت قاسية جدا، وقال أنا مسلم العقيدة وتخلى عنه الفنانين. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل. لسه ما اشتركش يشترك وحط اللايك والكومنت. الفنان فاروق نجيب ممثل مصري من الأقباط، اسمه فاروق نجيب ميخائيل، مواليد 7 مارس 1940 القاهرة، تلا المنوفية، والوفاة 21 يناير 2014 في مدينة نصر، عن عمر 64 سنة، جلطة دماغية. أبوه كان ناظر محطة تلا منوفية، وأمه كانت كل ما تجيب ولد بيموت. الناس شروا عليها وقالوا لها عايزة ابنك يعيش، خليه الكتاب يحفظ القرآن. دخل الكتاب وحفظ القرآن وهو سنه 12 سنة، حفظ القرآن الكريم كامل. والغريبة إنه عايش بعد حفظه للقرآن، مع إنه قبط الديانة أو مسيحي الديانة. كان بيعتز فاروق نجيب بثقافته الإسلامية، وناس تانية تقول لك ده دخل المدرسة بس كان ضعيف وجسمانه ضعيف، أو ضعفه في اللغة العربية هو اللي خلى والده يدخله الكتاب ويحفظ القرآن. سواء ده وده، المهم ان هو حفظ القرآن كامل. بعد المرحلة الإعدادية دخل مدرسة التوفيقية الثانوية في شبرا، ثم انتقل أبوه إلى منطقة شبرا. بقى يشارك في العروض المسرحية بمدرسته، وقدم في معهد الفنون المسرحية سنة 1961. في كل السنين اللي فاتت كان المعهد ملوش مصروفات، السنة اللي قدم فيها فاروق كان ليه مصروفات، فوالده قال له خش الكلية اللي انت عايزها وبعدين كمل. دخل كلية الآداب جامعة عين شمس سنة 1962، وقابل حسن الإمام لما جه الكلية عشان يختار مجموعة من الطلبة يمثلوا في فيلم بين القصرين. شافه وسط الطلبة وجابه ودخله وسط المجاميع الطلبة والمظاهرات في فيلم بين القصرين، ودي كانت البداية. في الوقت ده فتح مسرح التلفزيون سنة 1962، وراح قدم فيه وعمل مسرحيات، وقدمه في مسرحيات نجيب سرور على مسرحية وابور الطحين، كانت أول مسرحية عملها. ثم تم تعيينه في التلفزيون سنة 1965 في مسرح التلفزيون. دخل التلفزيون واشتغل في الدراما، وعمل مسلسلات زي مكالمة بعد منتصف الليل، ومسلسلات وفيلم سوق الحريم، وفيلم يوميات نائب في الأرياف، وفيلم مسافر بلا طريق، والظالم والمظلوم. هو صاحب الأدوار الثانوية ذات الأداء العالي، ودور مؤثر يؤثر في المشاهد. رصيد فاروق نجيب من الأعمال الفنية 300 عمل فني، كان آخرها فيلم حسن ديليفري، واتعرض بعد وفاته في 2016. وقدم كمان فندق 8 حريم. بيحكي فاروق وبيقول إن والدته كانت معارضة دخوله التمثيل، بتقول له لا تلوف عليك رقاصة تاخدك مني، في حين إن والده كان موافق إن هو يمارس هوايته التمثيل. سنة 1959 وهو لسه طالب اشتغل مساعد إنتاج، وكان لسه طالب في الجامعة. قدم فاروق نجيب عدد من الأعمال الهامة زي السيرة الهلالية والفرسان والدالي وحياة الجوهري، ونال من خلالها محبة الجمهور. استطاع بمشاهد قليلة أن يستحوذ على جزء كبير من ذكريات الجمهور. قدم دور أوالح مدير مخابرات طيبة في مسرحية أنت اللي قتلت الوحش سنة 1970. الشهور الأخيرة في حياة فاروق نجيب كانت قاسية عليه جدا، وده بسبب تجاهل زملائه الفنانين والمنتجين والمخرجين لقيمته الفنية الكبيرة. توفى الفنان فاروق نجيب، وده لما تعرض لجلطة دماغية. توفى بمستشفى التأمين الصحي بسبب كمان فشل في وظائف الكبد، عن عمر 74 عام. ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة.